في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعدل على تطبيق ربح اللي هو تطبيق بي. في الفيديو الاولاني عرفتك ازاي تركب لوحة التحكم الخاصة بالتطبيق على الاستضافة. اما في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نصمم التطبيق ونعدل على السورس كود كامل. نبدأ شرحنا على بركة الله ونقول يلا بينا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم في قناة نهر برو. لو كنت اول مرة بتتابعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك جميع فيديوهاتنا اول باول. النهاردة يا شباب هنتكلم ازاي انك تعدل على سورس كود تطبيق الربحي اللي هو السبين. من ساعة بالظبط كنت منزل ازاي ان انت بترفع لوحة التحكم بتاعه على الاستضافة بالتفصيل الممل، وكان لازم برضك في نفس اليوم اعمل شرح للتطبيق ازاي بتعدل على السورس كود لحد ما بتشغله على الموبايل بتاعك. قبل ما نبدأ شرحنا كده يا شباب، ده فضلا منك وليس أمر مني طبعا، تيجي على كلمة اشترك وتفعل الجرس تعملها الكل. بالطريقة ده يا شباب أي فيديو هنزله عندي على القناة يوصلك إشعار به. وسامحوني لو غلطت في حاجة علشان منزل 3 فيديوهات النهاردة. اللي هنستخدمه يا شباب برنامج اندرويد ستوديو، طبعا غني عن التعريف، وكل الناس اللي بتشتغل على السورس كود او بتعدل على التطبيقات بتشتغل على برنامج اندرويد ستوديو. زي ما حضرتك شفت في اول فيديو اللي ادنى بانل، اللي عرفنا ازاي ان احنا ركبناها وعرفنا ازاي نرفع قاعدة البيانات وشغلنا الموقع تماما. المهمتنا دلوقتي ازاي تصمم السورس كود اللي هو التطبيق. هتلاقي الملف ده موجود اسفل الفيديو. هنيجي نفك الضغط، والناس اللي ما تابعتش الفيديو الاولاني حاول تتابع الفيديو الاولاني علشان تفهم احنا بنتكلم عن ايه. زي ما حضرتك شايف كده ده ملفات السورس كود يا شباب. كل اللي عليك هتيجي تطلعهم مثلا بره على سطح المكتب كده. بعد كده تتوجه لاندرويد ستوديو. بعد كده هتضغط على كلمة اوبن. طبعا انا حاطه على السي. بختار الديسكتوب يا شباب. ظهر معايا التطبيق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. باجي اضغط عليه اختيار واحد كده ضغطة واحدة، وهنا ملف الاب اهو يا شباب، واضغط اوكي. بعد كده تنتظر عما يفتح معاك البرنامج، لان البرنامج على حسب نوع جهازك. لو جهازك سريع شوية هيفتح معاك على طول، جهازك تقيل فهيغيب معاك بعض الثواني. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج ابتدى يفتح معانا وهيعمل مزامنة دلوقتي للملفات الموجودة. زي ما حضرتك شايف بيكون الملفات ديت يا شباب ملفات السورس كود اللي على سطح المكتب. الملفات دي كلها هيعمل لها مزامنة على البرنامج. لو هتلاحظ معذرة، لو هتلاحظ هنا يا شباب هتلاقيه لسه بيحمل. هتنتظر عليه بعد الثواني كده يا شباب. ديت رسالة تعريفية مش مهم، كل اللي عليك تضغط على كلمة كلوز وتنتظر لحد ما الخط ده يوصل للآخر علشان يعمل مزامنة للملفات الموجودة عند حضرتك. هوقف الفيديو علشان وقت الفيديو بتاعنا ما يطولش زي الفيديو الأولاني. وزي ما حضرتك شايف كده البرنامج خلص مزامنة. باجي بقى اضغط هنا كده يا شباب، وديت الملفات السورس كود اللي فتحت معاه. لو جيت ضغطت على كلمة جافا هتلاقي كلمة دوت كوم وطبعا اسم الباكج نيم. كل اللي عليك هتيجي تضغط على الترس اللي موجود ده كده، وهتشيل الاختيار ده يا شباب علشان تظهر معاك مظبوط. بعد كده يا شباب هتيجي تضغط على ريست كده. بعد كده حاجة مهمة جدا هتيجي تضغط على كلمة فوليوم. بعد كده يا شباب لو حد حابب يغير ألوان التطبيق بتيجي تضغط على كود وتغير الالوان زي ما حضرتك عايز. يعني اي لون انت عايزه بتختار اللون، ممكن تختاره من على الفوتوشوب، تشوف اكواد التطبيق الكود اللي انت عايزه وتضيفه. بعد كده لو ضغطت هنا يا شباب، هنا طبعا اسم التطبيق كل اللي عليك هتيجي تسمي التطبيق الاسم اللي انت عايزه. وليكن انا الموقع بتاعنا اللي احنا انشأناه هاخد الاسم ده يا شباب هسميه سبين، والاسم ده يا شباب وغير اسم التطبيق اخليه الاسم ده زي ما انتم شايفين. ممكن تعملها كنترول بس زي ما حضرتك عايز يعني.
بعد كده في حاجة مهمة جدا، حضرتك لو عايز ترفع التطبيق على متجر جوجل بلاي يبقى لازم تغير الباكج نيم، علشان لو انت حضرتك رفعته كده على متجر جوجل بلاي مش هيترفع او هيتحظر. طيب علشان تغير الباكج نيم هتضغط على كوم، بعد كده تفتحها يا شباب، هتغير الاسم الاولاني والاسم الثاني، يعني اهي يا شباب كليك شمال، بعد كده بتختار رينيم، بعد كده هتكتب الاسم اللي حضرتك عايزه فوق وهتضغط له تأكيد. بعد كده في حاجة مهمة جدا عايزك تفهمها، انت دلوقتي انشأت الموقع وشغال الموقع تمام، عايز اربط التطبيق بالموقع، كل اللي عليك هتيجي تضغط على الاختيار ده كده يا شباب، بعد كده هتتوجه للموقع بتاع حضرتك، هتاخد بس اسم الدومين كده يا شباب، وهتشيل الرابط اللي موجود هنا، ايا كان الرابط اللي موجود هتشيله، بس خلي بالك علشان في نقطة، علشان لو انت حذفت نقطة التطبيق مش هيشتغل معاك، وتيجي تضيفه بس. كده تمام، كده تمام لحد الآن. بعد كده يا شباب لو حد يسألني عايز يعدل الصور اللي موجودة في التطبيق نعمل ايه؟ هعرفك تعدل الصور ازاي. كل ده خاصة بالصور، يعني لو ضغطت كده يا شباب، لو ضغطت كده هتلاقي صور التطبيق ظاهرة منه، يعني الصورة ديت عايز تعدلها، كل اللي عليك هتيجي كليك شمال وتيجي برضك تدخل على المجلد، بدل ما تعملها واحدة واحدة هتدخل على المجلد بالكامل علشان تسهل عليك وانت بتعدل على الصور اللي جوه. زي ما حضرتك شايف كده كل الصور ظهرت، طبعا المجموعة ديت فيها صور، هتعدل الصور زي ما حضرتك عايز، تاخد الصورة على الفوتوشوب وتعدل، عايز تعدل الاسم، عايز تعدل حاجة هتعدلها على الفوتوشوب، الموضوع ده مش محتاج شرح. بعد كده يا شباب التطبيق فيه صوت، يعني ام بي 3 بتلاقي فيه صوت موسيقى شغالة في التطبيق، عايز اعدل على الموسيقى او اضيف موسيقى تانية يا شباب بتضيف عليها ايه، بتيجي برضك كليك شمال وتخش على الملف بتعدل الموسيقى، بيفتح معاك وتعدل على الموسيقى زي ما انت حضرتك عايز يا شباب. في ايه تاني؟ اعتقد ان كده تمام السكريبت مفيش اي مشكله. طبعا هتغير الباكج نيم زي ما انا قلت لحضرتك، واول ما بتغير الباكج نيم بتغير طبعا كامل قبل ما بترفعه على متجر جوجل بلاي. هتلاقيني سايب لك رابط اسفل الفيديو لطريقه تغيير الباكج نيم بطريقه صحيحه. طيب بعد كده يا شباب حاجه مهمه جدا علشان تنشئ التطبيق، هتيجي تختار من ملف الاب، بعد كده هتختار اي بي كي يا شباب معاك واحده واحده، بعد كده بتضغط نيكست. هنا يا شباب بتضغط عليها وتختار المكان اللي حضرتك هتحفظ فيه التطبيق، وليكن انا هخليه على الديسكتوب واسميه ملف 55 او انت سميه الاسم اللي انت عايزه. بعد كده يا شباب هنا مهمة جدا، حاول ان انت تكتب الملف ده اي اسم مظبوط، انا هكتبه اي حاجة علشان انا مش هرفعه على المتجر. بعد كده بيقول لك باسورد، الباسورد ده يا شباب هتكتب الباسورد هنا وهنا تاني، هتكتب الباسورد يعتبر 4 مرات ونفس الباسورد. انا وليكن هكتب الباسورد من 1 لغايه 9، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انت اكتبه الرقم اللي انت عايزه بس تخلي الاربعه زي بعض. بعد كده بيقول لك النيم، حاول ان انت تكتبه باسمك او باي اسم يكونك عارفه، وليكن هنسميه ادمن، انت سميه الاسم اللي انت عايزه، انا سميته ادمن علي. هنا بتكتب اي حاجه، بعد كده اي حاجه برضك، لكن اخر واحده يا شباب اللي هو الكود بتختار رمز الدوله، بتختار رمز الدولة وليكن اي ار، انت على حسب رمز الدولة اللي هتكتبه، او اكتب اي حرفين. بعد كده بتضغط اوكي وتنتظر عليه ثواني. بعد كده يا شباب لو دي متعلمة صح بتشيلها، يعني لو عندك علامة صح هنا بتشيلها. بعد كده بتيجي تضغط على كلمة نيكست، هتعلم على كلمة ريسيت، وبعد كده بتحدد مسار اللي انت هتحفظ فيه التطبيق، وليكن هخليه برضك في نفس الفولدر 55. بعد كده بتعلم على الاختيارين دول بالطريقة دي، يعني لو لقيتهم متشالين علمهم. بعد كده بتضغط فينيش، بتنتظر عليه لحد طبعا ما التطبيق يتسطب زي ما حضرتك شايف.
ده ممكن ياخد من وقت من دقيقة لحوالي 3 دقايق على حسب سرعة جهازك. وآسف جدا لو صوته متغير بس علشان تعبان شوية. هوقف الفيديو يا شباب لحد ما يخلص وارجع لكم مرة تانية. بكده يا شباب خلص صناعة التطبيق. آسف كان في رسالة ظهرت هنا يا شباب إن التطبيق خلص، بس وأنا بكلم البنت طلعت منها بالغلط. وده لو هتلاحظ إن التطبيق اتصنع. أنزل كده بكل ده يا شباب. بعد كده الملف ال 55 اللي احنا أنشأناه، لو هتلاحظ هنا التطبيق أهو يا شباب. هروح أفتحه على الهاتف يا شباب وبرضك هوريك التطبيق شغال إزاي. زي ما حضرتك كده يا شباب انا سطبت التطبيق على الهاتف، اجي اضغط عليه ضغطه واحده كده. زي ما حضرتك شايف لو اي شخص حمل التطبيق من عندك عايز يسجل فيه هيسجل فيه كده يا شباب. هيضغط ريجست، بعد كده هيكتب الاسم بتاعه، بعد كده الايميل، بعد كده الباسورد، بعد كده يا شباب رقم تليفونه، بعد كده كود الليفر. لو معهوش كود الليفر عادي ممكن يسجل. وبعد كده يجي يضغط على كلمة تسجيل علشان ينشئ حساب في التطبيق. لو ضغطت على كلمة لوجن كده يا شباب هيكتب الايميل بتاعه وبعد كده الباسورد، وهيعلم على الشروط، وهيضغط كلمة لوجن. هسجل بياناتي كده وارجع لكم مرة تانية يا شباب. زي ما حضراتكم كملت في المشروع كده نوطي الصوت. انا قلت لك قبل كده توطي الصوت ان في صوت موسيقى. زي ما حضرتك شايف السكرين، لو جينا ضغطنا كده سكرين لفة واحدة كده، هنا الاعلانات اللي انا قلت لك عليها هتغيرها قبل كده في الجزء الاولاني. هنا يا شباب بيقول لي انتظر 7 ثواني، انتظر 7 ثواني علشان عدد النقاط، وده في نفس الوقت مصلحة عليك علشان اعلانات ادمو. لو جيت ضغطت على الثلاث شروط اللي في الجنب دول كده يا شباب، لو ضغطت على ويزدرو نشوف طرق السحب. طبعا دول المهام اللي انا نفذتهم، اللي هو سبين، اللي سبين طبعا. ديت طرق السحب يا شباب، اللي هي البيبال اللي احنا ضفناه، والباير اللي احنا ضفناه، وجوجل بلاي. تمام كده يا شباب. الشخص اللي هيجي يشتغل على التطبيق هيجمع عدد النقاط اللي انت حضرتك هتحددها، ويكتب ايميله ويبعت لك ارسال. وطبعا عرفتك كل ده في الجزء الاولاني. قبل كده قلت لك ان ليه 5 فيديوهات، انت بتضيف 5 فيديوهات للاعضاء. هتيجي هنا على فيديو، زي ما حضرتك شايف 5 فيديوهات، ان اي شخص هيسجل في التطبيق يشاهد فيديو هينضاف معاه 25 نقطة. نيجي نرجع كده بقى واحدة ورا كده يا شباب. بعد كده كود الليفرة، كود الليفرة نضغط عليه كده. كود الليفرة يا شباب، ملاحظة ان رقم التليفون اللي ظهر قدامي اللي انا مسجل به مش رقمي، علشان محدش يفكر ان ده رقمه ويرن عليه. ملاحظة برضك حاجة مهمة جدا، ان انت تحول لغة الهاتف بتاعك انجليزي علشان التطبيق يشتغل معاك كويس، لان علشان التطبيق ما بيدعمش اللغة العربية. اما حضرتك لو عايزني اضيف لك اللغة العربية في التطبيق فيا ريت تكتب لي برضك كومنت اسفل الفيديو. لو حد عنده اي سؤال عن التطبيق او واجهته مشكلة يا ريت يكتب لي كومنت وانا هرد على جميع اسئلتكم ان شاء الله. اعمل لكم شرح تاني للاستفسارات بتاعكم. وبكده يكون وصلت لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وسامحوني لو غلطت في حاجة. اشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله.